نعم. تعالى وانا عايز. في ايه؟ مروه احنا بقالنا سنتين يا مروه دلوقتي ومفيش لغايه دلوقتي حمل. طب وايه المشكله؟ لسه ربنا ما قررتش. انت كتير سنتين برضه يا مروه. طب ماشي، اعمل انا ايه في ايدي؟ يعني حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتي. مش عارف، لازم نروح نحلل على فكره. وانا يعني اروح احلل لوحدي؟ ما تيجي نروح نحلل انا وانت مع بعض. لا بقول لك ايه، انا الحمد لله انا عارف نفسي كويس. انا العيله عندي كلهم مثمرين وكلهم بيخلفوا بنات وصبيان، اللي كل واحد بيجيب بالثلاثه وبالاربعه. هو يعني انا عيلتي اللي ما بتخلفش بسم الله ما شاء الله، اخواتي كلها كل واحده فيها عندها 2 و3 و4 كمان. ماشي يا مروه، ما تروحي تحللي، ايه المشكله يعني لما تروحي تحللي؟ هنروح نحلل مع بعض، انا ما قلتش لا، نروح انا وانت معمل ونحلل مع بعض ونروح لدكتور نكشف. نروح نكشف مفيش مشكله يا ستي، ما عنديش مشكله. تفكراني يعني ايه؟ يعني ما اروح لما اكشف، انا عارف ان انا زي الفل، بس عشان تيجي معايا هروح يا ست اكشف عشان خاطر. خلاص حاضر، هروح احلل عيني مفيش مشكله. ماشي يلا ظبط، شوف عايزه امتى اكلم الدكتور وخلينا ناخد معاه. ماشي، هكلم صاحبتي تديني عنوان الدكتور اللي بتتابع معاه عشان خاطر نحدد ويقول لنا التحليل اللي احنا عايزينها ايه. خلاص اتكلنا على الله، يلا مستنيك. واستهدى بالله شويه، الموضوع دي حاجه مش بتاعتنا خالص على فكره. ماشي يا مروه مش بتاعتنا، بس احنا بقالنا سنتين برضه. حاضر، انا ما قلتلكش لا، هكلم صاحبتي واخد من عنوان الدكتور بتاعها. ماشي يلا. يا ماما. ايه يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. احضر لك تاكلي عشان انا نازله؟ لا انا شبعانه دلوقتي يا حبيبتي. طب انا هنزل وهتاخر شويه بره، فشوفي عايزه تاكلي ايه عشان احضر لك قبل ما امشي. لو جعت انا هاكل، ما تقلقيش. انت رايحه فين؟ رايحين انا ووليد نكشف. انا سمعت كل حاجه يا بنتي. انا مش عارفه انتوا مستعجلين على ايه. مش مستعجله ولا حاجه، انا عارفه ان كل حاجه بايد ربنا وربنا لما يريد هيحصل. ونعم بالله. بس ابنك مش ساكت بصراحه، عمال يزن ويقول لي انت فيكي عيب ومش فاهمه هو عايز مني ايه. روحي وان شاء الله خير. هروح عشان اريحه بس. ماشي حبيبه قلبي، خلي بالك من نفسك. ماشي حبيبتي، انا هقوم اجهز. عايزه حاجه؟ ما تحرمش منك ابدا. يا ستي جينا رحنا اهو عشان اريحك، مع ان انا عارف ومتاكد وواثق ان انا التحليل بتاعي مش هيطلع فيه اي مشاكل. يا رب ان شاء الله ما يكونش في حاجه، وان شاء الله لا انا ولا انت فينا حاجه باذن الله. يا رب. انا تعبت والله مروه، حقك عليا بس غصب عني، يعني سنتين كتير قوي من غير عيال. كل حاجه بايد ربنا وبامر ربنا، وقت ما ربنا هيريد هيحصل. اكيد ربنا كريم، نستنى واشوف بقى ربنا ايه هيريد. خلاص كلها بكره وانا عارفه تكتب التحاليل، وحتى يعني لو فيها مشكله هتسيبني يعني ولا ايه؟ مش فاهماك يعني. اسيبك ايه بس الكلام الاهبل ده يعني؟ بس يعني انا خايف برضه. ما تخافش، قول يا رب. ربنا. يا ماما. ايه يا مروه حبيبتي، رحتوا؟ رحنا يا حبيبتي الحمد لله. الحمد لله. ماما ادعي لي بكره نتيجه التحليل وانا خايفه قوي بصراحه. خليها على الله، اللي يجيبه ربنا حلو يا بنتي، ما نعترضش على قضائه، كله حلو. ايوه بس وليد مش مبطل زن، ولو طلع فيا حاجه ممكن يسيبني، والله انا خايفه. وليد ابني طول عمره مستعجل على كل حاجه، وكل حاجه عايزها في وقتها ما يعرفش ان كل وقت وله اذان، ولما ربك يؤمر بيكون. يا رب ادعي لي ربنا يسترها معانا. بصي انت عشان نيتك حلوه وبنت حلال، انت تستاهلي كل خير، فان شاء الله ربنا هيعطيك الخير. يا رب. طب بصي بقى، انا عايزاكي تتكلمي معاه ويهديه شويه بقى، لان هو قلقان واعصابه على اخرها. طيب روح كده وابعتهولي. طيب ماشي. ايه يا ام؟ ايه يا وليد؟ ايه يا حبيبتي؟ عامل ايه؟ الحمد لله ماشي الحال والله. خف على مروه شويه يا حبيبي. خف عليها يا امي، بقالنا سنتين يا امي مفيش عيال يا امي. ما في ناس بتقعد 5 سنين واكتر. كله ماشي يا ستي ماشي، ما هو كله باوانه، بس انا متاكد ان في مشكله عند مروه على فكره. وسنتين ده كتير قوي، ما انت شايفه العيله عندنا ما عندناش مشاكل احنا. الله اعلم. وهي كانت خايفه، اقول لها تعالى اوديكي للدكتور، تقول لي اروح للدكتور دي لما ربنا يريد. ايه المشكله يعني؟ ما تظنش ظن السوق فيها، حرام عليك. وبعدين دي مروه بتحبك ووفيه ليك. ليه كده؟ هو ايه ليه كده يا امي؟ عايز حته عيل يا امي. طيب يا ابني كله باوانه. يا ست كله باوانه، اللي يريده ربنا بقى هنعمل ايه؟ طيب والنتيجه قالت هتبان بكره ان شاء الله باذن الرحمن. نروح نجيبها باذن الله. اشوف لو انا في الشغل ولا حاجه هبعت مره. بكره الاثنين انت عندك شغل،
مروه تبقى تروح تجيبها. ماشي مش مشكله. ماشي. يلا قوم عشان ناكل بس لقمة بقول كده. لك مالكش بركه الا هي. مروه بنت حلال وعمرك ما هتعوضها ومفيش حد هيتحملك غيرها، انا يا عارفاه. عم ماشي، وانا ما اتكلمتش على فكره ولا قلت حاجه، وانا لما اقول نروح نحلل عشان اشوف محتاج اشوف حته عيل دي تبقى مشكله يعني؟ لا يا ابني، بس انا عارفاك يا وليد عصبي وانت بتتعصب عليها، وده غلط. هي بتحبك، انا عايزه الحياه بينكم كويسه وتعيشوا في سعاده يا ابني، ده اللي انا عايزاه. حاضر يا امي، عدلها ربنا. هقوم اشوف عيل وانا اكلها ولا حاجه. ربنا يهديك يا ابني ويصلح حالك وييسر لك امورك واسترها عليك. ايه يا ماما؟ ايه يا حبيبتي، جبتي النتيجه؟ جبتها. طيب طمنيني يا حبيبتي. انا مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. خير قول. ماما انا هصارحك، بس الكلام اللي انا هقوله ده يبقى بيني وبينكم بس. اه طبعا يا حبيبتي. بصراحه وليد هو اللي عنده مشكله. خبر، ده وليد لو عرف تبقى صدمه. ما هو مين اللي هيقول له؟ هو ولا انا ولا انت هنقول له حاجه زي دي طبعا. امال هتقولوا له ايه؟ هقول له ان انا اللي عندي المشكله. هو اكيد هيستحمل يعني معايا، ونحاول نضيع وقت اقول له هتعالج ولا اي حاجه لحد ما ينسى. اصيله يا ماما، ربنا يهدي سركم ويسترها عليكم. ده صدمه عليا برضه، بس ايه، لله الامر من قبل ومن بعد. مفيش حاجه في ايدينا نعملها، بس بالله عليكي ما تجيبلوش سيره عشان ما يزعلش. لا ابدا، مش هجيب له سيره حبيبتي. روحي، ربنا يسترها معاكي. ما تلاقيش نفسك بقى، يعني انا هواسيكي ولا واسي نفسي؟ كان نفسي بصراحه، بس النصيب. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. بقى اغير واحاول اجهز كلام اقوله له، مع اني مش عارفه هقول له ايه بصراحه. ماشي حبيبتي. ادعي لي. ربنا معاك يا رب. الحمد لله على كل شيء. هنقول ايه، نصيبه كده. مروه، مروه. ايه يا وليد؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه اتأخرت كده طب ليه؟ الشغل والله والطريق. طمنيني، جبت التحاليل؟ اه جبتها. طب طمنيني ايه؟ بصراحه يا وليد انا عندي مشكله. ايه؟ عندي مشكله والدكتور قال لي ان انا صعب اخلف. انا قلت لك من الاول يا مروه، بقالنا سنتين كنت رحتي، على الاقل كنا اتعالجنا في الفتره دي. ايه اللي مصبرنا كل ده؟ معلش يا وليد، دي ارضيه ربنا يعني، طب احنا هنعمل ايه؟ استيراد ربنا ما اعترضتش، بس معلش انا زي بقيت كل الناس اللي عايزين يشوفوا حته عيل. انا ايه، انا مش فاهم يعني. بقالي سنتين حرام عليكي، وعمال اقول لك كل شويه نروح، عشان كده خايفه تروحي يا ابله. معلش يا وليد، اهو قضاء ربنا بقى ولازم. معلش دي انا هعمل بيها ايه؟ هتفيدني بايه معلش دي؟ هتجيب لي حته عيل؟ بقول لك يا مروه من الاخر، انا صبرت كتير وانا مش هستنى اكتر من كده. انا هطلقك وهجيب واحده غيرك. طلقني؟ اه هطلقك. اللي انت شايفه يا وليد. اجيب واحده تخلف بدل ما عندي واحده ما بتخلفش. ماشي، اللي انت شايفه صح هعمله. هو ده الصح. طلقني يا رب. شفتي، انا سمعت كل حاجه. انا لازم اقول لوليد. لا ما تقولوش حاجه، ما تقولوش حاجه. انت مصره رغم اللي قاله لي؟ لا يا حبيبه قلبي. لا ما تقولوش حاجه، عارفه ليه؟ عشان اول ما عرف ان انا اللي عندي المشكله باعني، وانا مش هعيش مع حد بيبيعني. لا بس انا هصرح. حتى لو صرحتيه، حتى لو عرف ان المشكله منه، انا مش هكمل مع ابنك. ابنك بياع، ابنك كان اهم حاجه عنده مصلحته اللي هو عايزه بس. اول ما عرف ان المشكله من عندي في ثانيه فكر يبيعني ويقال لي هطلقك. يعني انا مستحيل هكمل معاه. انا اللي قلت هجيب العيب فيا عشان خاطر ما اجرحوش ولا ازعله ولا اضايقه. يعمل فيا انا كده؟ لا يا حبيبتي معلش، انت على عيني وعلى راسي، وانت عارفه ان انا بحبك ولا يمكن ازعلك، لكن انا كرامتي فوق كل شيء. ما تزعليش مني. ايه دي بس عشان خاطري انا. معلش سامحيني، مش هقدر والله. انا عارفه انك زعلانه واللي عمله ده مش قليل، بس معلش عشان خاطري ايدي كده بس وان شاء الله خير. مش هقدر، سامحيني.
قولولي انتوا لو مكانها هتطلبوا الطلاق؟ لو اي واحدة مكان مروة وخبت على جوزها ان العيب منه وهو ما بيخلفش، وهو ما قدرش ما يعرفش فقرر انه يطلقها ويتجوز عليها، هل يصح؟ دلوقتي هي عايزة تتطلق، طيب امه بتقول لها اديله فرصة، هي هتكلمه وتعرفه الحقيقة، تديله فرصة وترجع له عشان بتحبه، ولا تصمم على قرارها وتتطلق؟ عايزة رأيكم في الكومنتات، الموضوع مهم جدا.